تحياتي. وقت الانتظار خلص وحان وقت الحسم. اليوم وبكرة سوف تتأهل 4 فرق إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. اليوم أيضا سوف نتوقع من سوف يتأهل من مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ما بين برشلونة وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند. وبكرة الأربعاء سوف نتوقع أيضا من سوف يتأهل من مباراتين بايرن ميونخ وأرسنال وريال مدريد ومانشستر سيتي. اليوم قمة القمم ما بين برشلونة وباريس سان جيرمان بعدما انتهت مباراة الذهاب على أرض ملعب نادي باريس سان جيرمان حديقة الأمراء بفوز برشلونة على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، وأيضا فوز أتلتيكو مدريد بملعب أتلتيكو مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1. اليوم هو يوم الحسم بالنسبة لهذين ال4 فرق. اليوم انتهى وقت الانتظار وحان وقت الحسم. برشلونة في الآونة الأخيرة الذي منتشي بنتائجه الجيدة في الدوري الإسباني، وأوضاعه ونفسياته جيدة جدا وكويسة على الصعيد النتائج الإيجابية إن كان في الدوري الإسباني وإن كان الفوز على نادي باريس سان جيرمان. اليوم النادي الكتالوني يطمح أيضا بإطاحة نادي باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا بدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وهذه أول مرة منذ عام 2019 في حال فوز اليوم برشلونة على نادي باريس سان جيرمان سوف يتأهل لأول مرة إلى دور نصف النهائي منذ عام. آخر نسخة لنادي برشلونة تأهل فيها إلى دور نصف النهائي آخر عام كان 2019. واليوم يسعى النادي الكتالوني باكتساح النادي الباريسي والتأهل على حساب نادي باريس سان جيرمان إلى دور نصف النهائي. انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 لصالح الكتالان، واليوم هي معركة حاسمة جدا جدا للنادي الكتالوني أمام نادي باريس سان جيرمان. في حال تأهل النادي الكتالوني إلى المربع الذهبي سوف ترجع هيمنة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي غابت عنها منذ عام 2020 4 سنوات، والنادي الكتالوني غاب عن أدوار الإقصائية وعن دوري أبطال أوروبا وعن الوجود ما بين الكبار في دوري أبطال أوروبا. اليوم عدة مكاسب في هذه المباراة في حال تأهل النادي الكتالوني إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. ما رح ندخل في التفاصيل كتير، ولكن نتوقع أن المباراة 50-50 50% و50% على الرغم من انتصار النادي الكتالوني على باريس سان جيرمان في أرضه وبين جماهير النادي الباريسي نادي باريس سان جيرمان. ولكن أتوقع أن المباراة اليوم سوف تكون مثيرة للغاية وقوية للغاية، وأتوقع أن يكون فيها أهداف كثيرة جدا جدا في هذه المباراة. وأتوقع أن المباراة سوف تنتهي اليوم بالتعادل الإيجابي، ولكن حاسم الفوز الذي فاز برشلونة على ملعب نادي برشلونة هو الذي سوف يؤهله إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. المهم أنه في أول 30 دقيقة نادي برشلونة أن لا يستقبل أهدافا. في حال تعدي النصف دقيقة برشلونة سوف يتأهل إلى دور نصف النهائي رسميا. طبعا المباراة سوف تكون مفتوحة على الصعيد على الصعيد الهجومي بالنسبة لنادي الباريسي، ولكن الدفاع الصلب لنادي برشلونة هو الذي سوف يؤهله إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. ولكن رسميا سوف يتأهل برشلونة إلى دور نصف النهائي إلا في حال في حال صار معجزة أو صارت مفاجآت في مباراة اليوم أمام نادي الكتالوني في معقل نادي برشلونة الملعب المنتوجيك الأولمبي المؤقت لنادي برشلونة. بالتوفيق للنادي الكتالوني ونتمنى أن يتأهل إلى دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. أما المباراة الثانية فبتوقعاتي على الرغم من فوز أتلتيكو مدريد بالذهاب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه وعلى نادي بروسيا دورتموند، إلا أن المباراة ما زالت 50-50 و50%. وباعتقادي أنه أنا على الرغم من أنه نسبة تأهل نادي أتلتيكو مدريد إلى دور نصف النهائي
نسبته أكبر من نادي بروسيا دورتموند الألماني. يعني نسبة تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور نصف النهائي هي 60%، ونسبة تأهل بروسيا دورتموند هي 40%. ولكن المباراة صعبة جدا جدا، لأنها سوف تكون على ملعب بروسيا دورتموند، الملعب الصعب الشرس جماهيريا، وحتى النادي الألماني شرس على أرضه. ولكن باعتقادي أنا، على الرغم من يعني الإيجابيات لنادي بروسيا دورتموند، ولكن أنا يعني رؤيتي للخبرات يعني النادي الخبرة أكثر هو نادي أتلتيكو مدريد. وعلى الصعيد الهجومي، هجوم أتلتيكو مدريد أقوى من بروسيا دورتموند، وأتوقع بنسبة 90% أن اليوم أتلتيكو مدريد سوف يحسم قمة لقاء اليوم ما بين أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، وسوف يتأهل إلى دور نصف النهائي لكي يلاقي نادي برشلونة الإسباني في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. أما مباريات بكرة يوم الأربعاء، سوف يتقابل أيضا ما بين بايرن ميونخ ونادي أرسنال الإنجليزي، التي انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بنتيجة 2-2. يسعى نادي أرسنال للتأهل على حساب نادي بايرن ميونخ الألماني بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات، وآخر تواجد كان لأرسنال بعام 2017، وهذه أول مرة يتواجد فيها منذ آخر تواجد لأرسنال بدوري أبطال أوروبا عام 2017، وخرج على يد نادي بايرن ميونخ بنتيجة 10-2 ذهابا وإيابا. اليوم الجرس المدفعجية يسعون للتأهل على حساب نادي بايرن ميونخ إلى دور نصف النهائي لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات وأكثر من 10 سنوات. آخر مرة تواجدت فيها أرسنال في دور نصف النهائي. ولكن هيمنة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا أقوى من نادي أرسنال الإنجليزي. بايرن ميونخ أخضرم أكثر كخبرة، يعني يوجد خبرات لدى نادي بايرن ميونخ أحسن من نادي أرسنال. ولكن ميزات نادي بايرن ميونخ أن المباراة سوف تلعب على أرض نادي بايرن ميونخ الألماني على أليانز أرينا. سوف تكون المواجهة صعبة جدا للأرسنال، ولكن باعتقادي أنا أن المباراة 50-50، ولكن نسبة تأهل بايرن ميونخ أكبر، لأن المباراة سوف تلعب على عرضه على أرض ميدانه، والجمهور جمهور نادي بايرن ميونخ، وأرض عامل الخبرة يلعب دوره في هذه المواجهة. فإن أول ثالث نادي سوف يتأهل إلى دور نصف النهائي هو نادي بايرن ميونخ الألماني على حساب نادي أرسنال الإنجليزي. أما المباراة الأخيرة وقمم المباريات في الدوري أبطال أوروبا هو ما بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التي انتهت على معقل نادي ريال مدريد سانتياغو برنابيو بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3. يسعى النادي الملكي للانتقام من نادي مانشستر سيتي عقب إقصاء نادي مانشستر سيتي ريال مدريد السنة الماضية، والتأهل إلى دور النهائي من وصول دوري أبطال أوروبا، وأخذ لقب دوري أبطال أوروبا نادي مانشستر سيتي. والآن يسعى نادي ريال مدريد للتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نادي مانشستر سيتي. ولكن مشكلة ريال مدريد أن المباراة سوف تقام على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي، وغوارديولا خبيث جدا وفيلسوف، ويعني ما بتحسن تتوقع شو بده يلعب في أرضية الملعب. المباراة إلى الآن 50-50 ومفتوحة على جميع الأصعدة، سواء هجوميا من طرف ريال مدريد أو هجوميا من طرف نادي مانشستر سيتي. ولكن نسبة تأهل نادي ريال مدريد هي 40%، ونسبة تأهل نادي مانشستر سيتي هي 60%. فأرجح أن يتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب أن المباراة الإياب سوف تلعب على ملعب الاتحاد، ملعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. 4 فرق سوف تتواجد في دوري أبطال أوروبا، وهي برشلونة، أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ، ونادي مانشستر سيتي. برأيكم أنتم أيضا، هل قادر برشلونة اليوم على تخطي النادي الباريسي والذهاب إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. وهل قادر ريال مدريد على تخطي عتبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؟ شاركونا رأيكم في التعليقات أيضا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد عن آخر الأخبار والمستجدات عن النادي الكتالوني ونادي ريال مدريد، وتحاليل مباريات ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الممتاز.